الحياة باسم الطموح والأمنيات، باسم الطفولة نبض الحياة، باسم الطموح والأمنيات. ننادي بحق الأمان، بحق الحياة، بحق البقاء. ننادي بحق الأمان، بحق الحياة، بحق البقاء، بحق العلم لكل فتاة. من حقي أن أتعلم، أن أحيا أيضا بأمان، أن أرسم في حلمي دوما فجرا معطاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائنا الصغار في حلقة جديدة من مدرستي في رمضان. عنوان حلقتنا لليوم مميزة، فهو يصادف يوم الطفل الفلسطيني. مرحبا يا ملك، كيف حالك؟ الحمد لله. ماذا أعددت لنا لليوم؟ شعر ليوم الطفل الفلسطيني. تفضلي. قم يا بني اليوم عيد، قم والبس الثوب الجديد، وامرح به مثل الطيور اللاهية فوق الروابي في الحقول الزاهية. رقصت لك الدنيا وغردت الطيور، والنور أشرق في دمي وتدفقت في القلب أنهار السرور، والنفس هامت في بساتين الرضا. أحسنتي، لنسبق لها معا. والآن أصدقائي الصغار سنذهب لبرنامجنا اليومي لنرى ما أعده لنا الطلاب. هيا بنا. من حقي أن أتعلم، أن أحيا أيضا بأمان، أن أرسم في حلمي دوما فجرا معطاء بسام. من حقي أن أتعلم، أن أحيا أيضا بأمان، أن أرسم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ يومنا فمع إشراق يوم جديد نحن نلتقي معكم لقاء الأحبة على جناح المحبة والشوق. يسعدنا أن نقدم لكم البرنامج الإذاعي لهذا اليوم المختلف عن باقي الأيام، فهو يومنا نحن، يوم الزهور، يوم البراءة، يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف 5 من شهر إبريل من كل عام. وخير كلام نبدأ به هو كلام الله مع الطالبة لنا عرب. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة. هل تعلم أن الأطفال هم جنة الحياة وهم معنى البساطة والبراءة، لأنهم لا يحقدون ولا يحسدون؟ هل تعلم أن مدرسة الطفل الأولى هي الأم؟ هل تعلم أنك إذا أردت أن تعلم طفلك بشكل فعلي فلا تقصر تعليمه على المدرسة فقط؟ وأخيرا، ارحم الطفل صغيرا حتى يرحمك كبيرا. صحتك حافظ عليها واحميها قبل الندم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صبك ألم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صبك ألم، واحميها قبل الندم، لا تنتظر ألم يجيك، نعمة الله لسه فيك، لا تنتظر ألم يجيك، نعمة الله لسه فيك. ابعد المرض بيديك الوقايتك في الهم، ابعد المرض بيديك الوقايتك في الهم. صحة صحتك حافظ عليها واحميها قبل الندم،
شلي فيه وكوناه، اعرفك لك ثمناه، شلي فيه وكوناه، لو يفيدك بالهنا لو يضرك لا يا عم، لو يفيدك بالهنا لو يضرك لا يا عم. صح 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 صح. أصدقائي الأطفال، نتمنى أن يكون برنامجنا الإذاعي قد نال إعجابكم. والآن وصلنا إلى سؤال حلقتنا: ما هو تاريخ الإعلان عن يوم الطفل العالمي في حقوق الإنسان؟ إلى اللقاء.